بتعتبر أفلام بيكسار وديزني جزء من ذكرياتنا، فبسببهم عشنا مغامرات زي أليس في بلاد العجائب وغيرهم. بس النهاردة جبتلكم لقطات من أفلام الكرتون فيها إشارات ورموز مخفية. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. واحد من أكتر الأفلام اللي تخليك تشوفها كتير عشان تفهم الرموز المنتشرة في كل مكان في الفيلم. مثلا بترمز الأبواب في الفيلم لمراحل الحياة الجديدة، وبترمز اليرقات للندم على القرارات. لو ركزت في الفيلم أكتر هتلاقي إن رحلة أليس هي الرحلة اللي بنمر بيها كلنا من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة. بيتحبس الوحش في الفيلم بجسم وحش بشع بسبب أفعاله السيئة، فهو كان أمير شرير ودفع الثمن. لكن خلال علاقته مع بيل بيتعلم يحسن طريقة معاملته مع الناس، وبيتغلب على شيطانه الداخلي، وبالتالي يلاقي السعادة الحقيقية. الرسالة الرئيسية في الفيلم هي الانتصار، إنه انتصر على نفسه، وده اللي وضحوه في أول الفيلم لو كنت منتبه كويس. لكن بما إن اللغة اللاتينية مش هي اللغة التانية في بلدك، فالعبارة المكتوبة على اللوحة في بداية الفيلم معناها إنه انتصر على نفسه. لو كنت شخص بيلتفت للتفاصيل فربما انتبهت للرمز A113 اللي بيتكرر في أفلام بيكسار. في الحقيقة معنى الرمز ده هو نكتة بين الرسامين، فتعلم أغلب رسامي الكرتون المحترفين في معهد كاليفورنيا للفنون، وأخدوا كلهم دروس في الرسوم المتحركة في الفصل الدراسي A113. حس المهتمين بنظريات المؤامرة بالسعادة لما لاحظوا الرسالة المخفية دي، وبالتأكيد الرسالة فعلا تصدم. لما ذهب سكروج لدكتور العيون فالكلمة اللي وراه بتعني اسأل عن المتنورين. هل دي كانت نكتة من الرسامين ولا مقصودة؟ الحكم ليكم. كتير من مشاهدين فيلم براف بيعتقدوا ان عشيرة ماكنتوش في الفيلم هي إشارة لمؤسسة أبل. ستيف جوبز توفى جوبز سنة 2011 وأصدروا الفيلم بعد سنة من وفاته. ده غير إن جوبز كان بيشتغل في بيكسار في أيامها الأولى، فذكروه في الاعتمادات النهائية للفيلم كنوع من تخليد ذكراه وتكريم عمله للشركة. في أفلام بيكسار دايما كان في صوت بيتكرر من غير ما تحس، وبيتعرف عند بيكسار باسم سحر الحظ السعيد. مؤدي الصوت ده هو الممثل جو راتزنبرجر خلال عرضه المكسيكي شيز، واللي اتعمل في الثمانينات. مش معروف بالظبط ازاي بدأ التقليد ده، لكنه بقى أساسي في كل أفلام بيكسار لحد النهاردة. واحدة من أكتر الرسائل المخفية في تاريخ أفلام ديزني، وناس قليلة اللي تعرف الرسائل دي، في فيلم فانتاستي سنة 1940 في مشهد الساحر كان اسم الساحر وين سيت. لكن عمرك جربت تقراها بالعكس؟ ده صحيح، النتيجة هي ديزني. عمرك جربت تقرا العقد اللي وقعت عليه أريل في أرسولا في ذا ليتل ميرميد؟ يبقى المفروض تعرف دلوقتي، لأن ديزني كتبت درس في العقد ده من المهم تقراه وانت بتوقع على العقد. فلو كانت أريل قرت العقد اللي قدمته أرسولا كانت عرفت إنها تقدر تمشي وتاخد قراراتها من غير أي اشتراطات أو عواقب. لو كنت عاوز تعرف الشخصية الجديدة في أفلام بيكسار اللي جاية ركز بس في الفيلم الحالي. فمثلا تقدر تشوف صورة نيمو كذا مرة في خلفيات شركة المرعبين المحدودة قبل سنتين من تألقه في فيلم البحث عن نيمو. مستحيل تكون صدفة، صناعة أفلام الكرتون بتاخد سنين، فأكيد إنهم يحطوا صورته في خلفيات أفلام سابقة هو كنوع من التشويق.
غالبا بيرمز الشطرنج في الأفلام لتحول درامي ومهم في الحبكة. في فيلم فروزن استخدموا ده بأناقة شديدة، لكن قليل من المشاهدين اللي خدوا بالهم. لما حكم هانز على إلسا بالإعدام كان أولاف واقف مذهول قرب الشباك ووراه مباشرة كانت رقعة الشطرنج، وكانت ملكة القطع البيضاء وقعت في الأرض، ودي إشارة لهزيمة اللون الأبيض، وهو بيرمز لهزيمة إلسا بس مش لوقت طويل لحسن الحظ. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.